السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم متابعينا بقناة أكل ومشاوير. تعالوا معانا لمشوار كتير حلو اليوم ومسلي، وخلينا نبلش. اليوم كان مشوارنا لجامع الفاتح الكبير الموجود في منطقة الفاتح بشارع فوزي باشا. هذا المكان موجود في الطرف الآسيوي. أنا اجيته عفوا بالطرف الأوروبي. أنا اجيته من الطرف الآسيوي بالعبارة لمنطقة أمينونو. من أمينونو فينا تاخدوا باص رقم 336 إي أو 36 كي إي، بنزلكم عند محطة الفاتح اللي هي محطة الجامع. هلأ تركيا بلد كتير مشهورة بالجوامع القديمة، وفعلا يعني جوامعها كتير جميلة وحلوة كتير وفيها روحانية، وكمان جوامعها بتشتهر بالساحات الخارجية، فيها بتكون زي الحدائق قعدات جميلة جدا. فحبيت أخذكم على هذا الجامع. هلأ بنتفرج هون في الحدائق الحلوة، الساحات الكبيرة. في الناس مرات بتيجي بالإجازات، يعني بيجوا بيتغدوا بيقعدوا، الولاد بيلعبوا. منطقة آمنة وكتير كتير حلوة. هلا بجانب الجامع فتنا عند هذا المبنى. بصراحة كانت أول مرة بفوت عليه. لقيت هنا قبر لسلطان كتير عظيم، رجل كتير عظيم، اللي هو السلطان محمد الفاتح. هذا السلطان طبعا معروف اللي هو فتح القسطنطينية. أنا من محبين التاريخ وبحب كتير أتفرج على الشغلات القديمة، المباني القديمة. بحب أقرأ كتير عن حضارات، وخاصة الحضارة العثمانية القديمة. هذا الجامع، هذا القبر كان للسلطان محمد الفاتح. فتنا عنده، قرأنا الفاتحة على روحه، الله يتقبله ويجعل مثواه الجنة إن شاء الله. وهنا بالمبنى المقابل كمان في قبر زوجة السلطان محمد الفاتح، اللي هي أظن اسمها السلطانة جول بهار خاتون. مزبوط، إن شاء الله أكون حكيت الاسم مزبوط. برضو قرأنا الفاتحة على روحها، والله يتقبلها ويجعل مثواها الجنة إن شاء الله. الجامع هذا كمان الفاتح فيه له أكتر من مدخل، وكمان بيكون كل يوم أربعة في بازار كتير كبير، بيبيع طبعا الخضار، الفواكه، الملابس، كل شيء. يعني أكبر ممكن بازار موجود في اسطنبول اللي هو بازار الأربعة عند جامع الفاتح. يعني
مش معقول شو بيكون كتير حلو، متنوع جدا. هلأ هذا الجامع من جوا شوفين قديش حلو، كانت في صلاة الظهر صليناها جماعة الله يتقبل منا. ويعني في زخارف معروفة، يعني جوامعها بالزخارف هيك فيها روحانية وجمالية، يعني صراحة كتير كتير حلوة وجميلة. وهلأ بدي أترككم تتفرجوا على الجامع، تتفرجوا على جماليته وتستمتعوا في هاي المشاهد. هلا هيك احنا خلصنا من الجامع وطلعنا منه على الشارع فوزي باشا مباشرة. هلا هذا الشارع كتير مشهور بفساتين الأعراس، يعني لو في عروس حابة تجهز حالها فساتين أعراس أو فساتين خطب أو محلات ذهب، جدا كتير متنوعة وتشكيلة يعني جميلة جدا، وأشياء يعني موديلات وشغلات كتير حلوة. هلا بدي اترككم يعني مع بعض المقتطفات من بعض المحلات حتى تشوفوا، يعني اللي حابب طبعا، اللي حابت انه تيجي على تركيا وتجهز حالها او تشتري فستان حلو او بدها تجيب لها خطبة او شيء، فعلا بتلاقي موديلات. يعني هذا الشارع مشهور ومعروف في اسطنبول.
وهيك بكون انتهى مشوارنا لليوم. إن شاء الله تكونوا انبسطتوا واستمتعتوا واستفدتوا من هذا الفيديو. نشوفكم بفيديوهات تانية قادمة. وكرما لا أمرا، يا ريت تشتركوا معنا بالقناة، تعملوا لنا سبسكرايب وتفعلوا الجرس، ولكم جزيل الشكر.